فيلمنا بيحكي عن مربية بتضطر إنها تتولى رعاية طفل مش عادي بعد وفاة أمه، وبتحاول تحميه من طبيعته والعالم اللي حواليه. فيلمنا بيبدأ وبنشوف كلارا رايحة عشان تشتغل مديرة منزل عند آنا، وآنا ست حامل محتاجة حد يساعدها في شغل البيت، وبعد ما تولد يقوم برعاية طفلها. ولما بتوصل بتلاقي آنا قاعدة مع واحدة تانية جاية لنفس الوظيفة، لكن آنا بتطلب منها تستنى شوية، وبتمشي الست الموجودة وبتقعد معاها. ولما بتسألها عن خبراتها السابقة بتكتشف إنها كانت طالبة في تمريض، لكن ما كملتش علشان ظروف مادية وناوية تكمل، وكمان ما اشتغلتش قبل كده، بس كانت بترعى جدتها المسنة قبل ما تموت، لكن بتخبي عليها. ولما بتطلب منها رقم حد اشتغلت عنده قبل كده علشان تسأله عليها، بتديها رقم واحدة وتقول لها إنها كانت بترعاها. لكن لما بتكلمها أنا بتكتشف إنها صاحبة البيت اللي ساكنة فيه كلارا، وكمان عليها إيجار متأخر. وبتقلق منها أنا وبتحاول تنهي المقابلة وتمشيها، لكن بتحس بألم في بطنها. وفي الوقت ده بتقوم كلارا وبتعمل لها بعض الحركات اللي بتخليها تحس بتحسن وراحة. ولما بيحصل كده بتحس إنها تكون مفيدة ليها، وبتقرر تخليها تشتغل عندها. ولما بتدخل توريها الأوضة اللي هتنام فيها بتلاقي لعبة في شكل صندوق جواه حصان بيرقص، وبتعجبها اللعبة وبتقول لها دي لعبة قديمة كان عندها واحدة زمان. وبتأكد كلامها أنا وبتقول لها فعلا اللعبة دي بتاعت جدتي وورثتها أمي، ودلوقتي بقت بتاعتي. وبعدها بنشوف كلارا راحت بيتها وطلبت من صاحبة البيت تديها حاجتها، وعدتها إنها تسدد الفلوس اللي عليها في أقرب وقت لأنها لقيت شغل كويس. وبتاخد حاجتها وتروح على بيت آنا، وهي بترتب البيت بتشوف مسدس في درج جنب السرير وبتعمل أكل وشكله مش بيعجب آنا. وبتعرفها كلارا إن السبب إنها ما جابتش غير لحمة، وإنها كانت محتاجة حاجات تانية كتير علشان تعمل لها أكل حلو. وقتها بتقول لها أنا إنها بعد كده هي اللي هتكون مسؤولة عن شراء الطلبات. وبعدها بتروح أنا للدكتور علشان تطمن على البيبي، وبتعرف إنه ولد، وبتنزل تشتري جزمة جديدة. وبتقابل واحدة صاحبتها صدفة، لكن صاحبتها بتتجاهلها ومش بترد عليها. ولما بترجع البيت بتكون مش في حالتها الطبيعية وبتشرب بطريقة غريبة، وبتكون زعلانة لأن النهاردة عيد ميلادها ومحدش قال لها كل سنة وانت طيبة، ولا بعتولها ولا رسالة. وبتطلب من كلارا إنها تشرب معاها وبتوافق لما بتحس إنها متضايقة. وبنشوف كلارا صورة الآن مع حصان، وبتحكي لها إن الصورة في المزرعة بتاعتهم، لكن هي سابتها من وقت ما أبوها عرف إنها حامل وما رجعتش هناك تاني. وبيبان عليها إنها متأثرة بزعل أبوها وإخواتها منها، وبتقول لها إنها لما جت هنا كان المفروض تتخلص من حملها، لكن ما قدرتش تعمل كده. وبتهون عليها كلارا وبتقول لها ما تهتمش بكلام الناس. وبعدها بنشوف أنا عند الدكتور عشان تطمن على البيبي، وبعدها بترجع على البيت وبتتبع تعليمات الدكتور، وكمان بيكون عندها جهاز بتسمع بيه دقات قلب البيبي. وبعد كده بتروح كلارا تسهر في بار علشان تشرب بعيد عن آنا، لكن الدكتور قال لها بلاش تشرب. وبتقابل هناك واحدة وبتسألها إذا كانت تعرفها قبل كده، فبتقول لها كلارا إنها أول مرة تشوفها، لكن عرفت اسمها من الآي دي اللي لابساه في رقبتها. وبعدها ترجع على البيت تنام، لكن بتسمع صوت في المطبخ. ولما بتقوم بتشوف ده صوت إيه، بتلاقي آنا بتاكل من التلاجة بطريقة غريبة. ولما بتقرب منها بتهجم آنا عليها وبتعورها. وتاني يوم بتتصرف آنا كأن مفيش حاجة حصلت، وبتقول لكلارا إنها شافت حلم غريب، وبتقول لها كمان إنها اختارت اسم البيبي وإنها هتسميه جول. وبتفهم كلارا إن آنا ما كانتش واعية للي حصل. وبعدها بتسجل في كارت المتابعة قياس الضغط وبعض الملاحظات، وبتلاحظ إن آنا عندها اضطرابات في النوم، وبتسجل كمان إنها بتمشي أثناء النوم. ولما بتقارن التواريخ بالأيام القمرية بتعرف إن كل ده مرتبط بأيام اكتمال القمر. وفجأة بتسمع صوتها بتصرخ، بتدخل جري تشوفها، وبتقول لها إنها حلمت إن كل أسنانها وقعت، وإنها كانت في الغابة بتحفر الأرض عشان تدفن أسنانها. وبتساعدها كلارا على الاسترخاء وبتنام جنبها. وبتصحى مرة تانية وتقوم تنزل على الشارع وهي حافية، وبتقوم وراها كلارا علشان تشوفها رايحة فين، لحد ما بتلاقي قطة بتمسكها وتكسر رقبتها وبتاكل منها، وبتخاف منها كلارا. وتاني يوم الصبح بتصحى آنا عادية جدا وبترقص زومبا زي ما هي متعودة، وبتكون كلارا جهزة الأكل وبتجيلها فكرة إنها تعور نفسها وتحط لها دم على الأكل. ولما بتاكل آنا بيعجبها الأكل جدا وبتخلص الطبق كله. وبعدها بتعرفها كلارا إنها بتعاني من اضطرابات ماشي أثناء النوم، وبتقول لها إنها جرحتها في مرة، وكمان بتقول لها إنها لاحظت إن اللي بيحصل لها ده وقت اكتمال القمر. فتعصبت آنا وقالت لها إن دايما بيحصل لها كده 4 أيام كل شهر، والدكتور نصحها إن لازم يكون في حد جنبها ياخد باله منها. والموضوع بيتكرر ومش بينتهي. وقتها بتقول لها كلارا إنها اتعلمت من جدتها حاجات كتير، وإن اللي بيحصل لها ده بسبب الحمل، وإن الجنين في الوقت ده من كل شهر بيكون عنده نشاط غير عادي بيأثر عليها. وكمان بتقترح عليها إنهم يعملوا اختبار، وخصوصا إن مفيش قمر كامل الليلة، وبترش الدقيق على الأرض
عشان تشوف إذا كانت هتمشي وهي نايمة ولا لأ، وبتصحى الصبح وتلاقي كل شيء تمام وإنها ما قامتش بالليل. وبعدها بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وكلارا بتسأل آنا هي ليه عندها مسدس، فبتقول لها إنها متعودة إن يكون معاها مسدس من أيام ما كانت في المزرعة عشان تكون في وضعية استعداد للدفاع عن نفسها ضد هجوم أي حيوان. وبتسألها كلارا معنى كده إنك قتلت حيوان قبل كده؟ قالت لها أيوة. لما سألتها إمتى آخر مرة قتلت حيوان، ردت عليها آنا وقالت لها في آخر مرة استخدمت فيها المسدس في اليوم ده رحت سهرت لوحدي من غير صحابي في بار في أطراف الغابة، وهناك قابلت واحد اسمه ماريو وشربت كتير، وبعدها ركب معايا العربية ورحنا مكان بعيد في الغابة وحصلت بينا علاقة. وبعدها نمت وصحيت على صوت وحش عيونه بتلمع بيبص عليا من بعيد بشكل غريب، فضربت رصاصة عليه وما لقيتش ماريو، ومن يومها اختفى. حتى لما عرفت إني حامل منه رحت أدور عليه في كل مكان لكن ولا لقيته ولا لقيت حد يعرفه. وبعدها بنشوف أنا عند الدكتور وبتفحص البيبي، والدكتور بيقول لها إن الطفل حجمه كبير وقوي جدا وبيطمنها وبيكتب لها دواء للأرق. ولما بيرجعوا البيت بتنفذ كلارا تعليمات الدكتور وبتقفل عليها الباب علشان ده الوقت من الشهر اللي بتمشي فيه وهي نايمة، ودي ليلة اكتمال القمر. وبتخرج كلارا تشتري طلبات وترجع تسمع صوت أنا بتصرخ وبتطلع تشوفها تلاقي البيبي بيتحرك في بطنها بطريقة مش طبيعية، وبتروح تتصل بالدكتور ترجع تلاقي بطنها انفجرت والولد خارج منها وبيتحرك على الأرض، وبتمسك المسدس في إيدها وبتكون خايفة، وبتلاقيه شبه الوحش وبيعمل صوت غريب وجسمه كله شعر. وبتاخد كلارا الكائن الصغير ده وبتاخد حاجتها وتمشي، وكانت بتفكر تخلص منه لكن بترجع في كلامها وبتقرر تربيه وترعاه. وبتسافر وبتعيش في مكان بعيد وبيفضل يعيط وبيكون جعان، فبتضمه كلارا على صدرها وبترضعه. وبتمر السنين وبيكبر الكائن وبنشوفه طفل طبيعي، وبترقص معاه على نفس الأغنية اللي كانت أنا بترقص عليها وهي حامل فيه، وبتسميه جول زي ما كانت عاوزة. وبتشتغل كلارا في صيدلية، وكمان بتروح للناس بيتها تديهم العلاج بنفسها. وعند واحدة من اللي بتديهم العلاج بيكون عندها بنت اسمها أماندا في نفس سن جول. وبنعرف كمان إن جول بيروح المدرسة لكن بالرغم من كده مش بتسمح له بالاختلاط قوي ومش بتسيبه يخرج لوحده. وبنلاحظ إن كلارا مش بتأكله لحوم وكل أكله عبارة عن خضروات. وفي يوم عيد ميلاد جول أصحابها وجيرانها بيعملوا له عيد ميلاد وبيحتفلوا وبينبسطوا بيه، وبالليل بنشوفها بتأيده في سلاسل حديد علشان ما يتحركش من مكانه. وبيقول لها إنه نفسه يروح حفلة المدرسة مع أماندا لكنها بتعرف إن اليوم ده هيكون القمر فيه مكتمل ومش هينفع يروح مكان. وبعدها بتروح تمسك صورة آنا وبتفتكرها، وتاني يوم بنشوفها بتحمي جول وبتهتم بيه، وبنشوف جسمه كله شعر وشكله زي الوحش، وبتكون مفهماه إنها لقيته وهو صغير عند النهر ومن وقتها وهي بتعتبره هدية من ربنا وبترعاه. وبيلاحظ إن في صندوق هي بتحطه في الدولاب من فوق، وبعدها بيبقى شكله عادي. وبتنزل تروح الصيدلية وبتطلب من جارتها إنها تهتم بيه لما هي بتكون في الشغل، وبتلاحظ إن جول ضعيف وتعبان فبتقوم تطبخ له لحمة وبتقول له ما يقولش لأمه وإن ده هيبقى سر ما بينهم. وبتعجب جول جدا وبياكلها بشراهة. ولما بترجع كلارا من الشغل بتلاقي شكله متغير وبيزعق، ومنزل الصندوق اللي فيه صورة آنا وبيقول لها إن الصورة تشبهه كتير، يعني هي أمه، وإنها بتضحك عليه وإنها عارفة من أهله. وكمان بيقول إنه زهق من الأوضة الصغيرة اللي بتحبسه فيها، ولما بتلاقيه سائر وبيزعق بالطريقة دي بتشيله غصب عنه وبتدخله الأوضة بالعافية وبيعورها في إيديها. وبتروح بسرعة لجارتها تسألها إيه اللي حصل، فبتقول لها إنها لقيته ضعيف عملته لحمة. وبعدها أصحابه بيجوا يسألوا عليه بتقول لهم إنه نايم، وبيكون صاحبه مارسيليو جايب له هدية عيد ميلاده. وتاني يوم الصبح بتدخل له الأوضة وتدي له هدية صاحبه وتعرفه إنه مارسيليو وأماندا جم سألوا عليه، وبيسألها عن الصورة وبتقول له إنها فعلا أمه. ولما بيسألها ماتت إزاي قالت له لما تكبر هقول لك. فبيسألها اسمها إيه، بتعرفه إن كان اسمها آنا. وتاني يوم في المدرسة بيعمل بروفا على المسرحية والمدرس بيعجبه أداء جول، وبعدها بيروح يتدرب على الرقص مع أماندا وأصحابه. وبيكون جول أخد الورق اللي كانت على الصندوق اللي محتفظ بيه كلارا، وبيطلب من مارسيليو يروح معاه عشان يسأل في المحل عن أمه، وبيوافق مارسيليو ويروح معاه للمول عشان يدوروا عن أمه. ولما بتروح كلارا عشان تاخده من المدرسة مش بتلاقيه وبتعرف إنه اختفى هو ومارسيليو. ونرجع نشوف جول ومارسيليو وهما في المول، في حد من الأمن بيلاحظ إنهم لوحدهم، ولما بيقرب منهم وبيسألهم فين أمكم بيشاوروا على واحدة ست واقفة لوحدها وبيقولوا إنها أمهم. وبيتجه فرد الأمن للست وبيسألها وبتلاحظ ارتباكهم فبتأكد كلامهم وتقول له أيوة، فبيسيبهم ويمشي وبعدها بيشكروها وبيمشوا. وبيفضلوا الولاد في المول وبيستخبوا بين الهدوم علشان محدش يشوفهم. ولما بيجي الليل وبيحس جول إنه يتحول بيفضل يتوجع ويقول إنه عاوز يروح دلوقتي، وفعلا بيتحول جول لوحش وبيخاف مارسيليو وبيفضل يجري منه وهو بيجري وراه
عاوز يهجم عليه، ونروح نشوف كلارا وجارتها قلقانين جدا على جول. وبعدها بتسمع صوت كركبة بره، بتخرج تلاقي جول رجع وهو تعبان وفي آثار دم على بقه وجسمه كله شعر طبعا عشان كان متحول. وبتكون جارتها دخلت وراه، ولما بتشوف منظره بتعرف انه اتحول لذئب، وبتخرج علشان تتصل بالكاهن علشان دي لعنة لازم يخلصوا منها. وبتروح وراها كلارا تحاول تمنعها، لكن هي بتفضل مصرة، فبتهجم عليها وبتديها حقنة منومة في رقبتها. وبعدها بتروح تحضر حاجتها هي وجول، وبتستعد إنها تسيب المكان وتهرب. ولما بتحاول تساعد جول إنه يشيل الشعر اللي على جسمه بيرفض، وبيقول لها إنه هيشيله لنفسه. وبعدها بتسأله كان فين، بيقول لها إنه راح عشان يعرف مين أمه، وبيدور على أبوه، وبيعرفها إن مارسيليو راح معاه علشان عارف الطريق وإنهم راحوا بالقطر. ولما بتسأله رجعتوا إزاي، بيقول لها إنه مش فاكر حاجة وحاسس إنه كان بيحلم حلم وحش. وبيشوف الشنط وبتعرف إنهم لازم يسيبوا البيت ويمشوا، لكن هو بيرفض وبيزعق وبيقول لها إنه بيكرهها وبيكره الأوضة الصغيرة اللي بتحبسه فيها. وبعدها بيدخل على الأوضة يفك سلك فيه لمبات ملونة. ولما بتسأله كلارا بتعمل إيه، بيقول لها إنه عاوز ياخد اللمبات دي معاه، وبتروح علشان تفكها وهو بيقفل الباب عليها من بره. وبيخرج يروح المدرسة، وبنشوف في التلفزيون أخبار عن وجود دم كتير في المول اللي كان فيه جول ومارسيليو. وكمان بيقولوا إنه برغم إن فيه دم كتير في كل مكان لكن مفيش جثة. ونرجع نشوف كلارا بتحاول تكسر باب الأوضة لكن مش بتعرف. وبنشوف أنجيلا اللي شغالة معاها في الصيدلية جاية تسأل عليها، وبتلاقي الباب مفتوح وبتدخل وهي مستغربة وبتسمع صوت من الأوضة. وبتلاقي كلارا بتنادي وتقول لها تفتح الباب. وبتخرج كلارا وتاخد المسدس بتاعها وتجري تروح تدور على جول، وبيكون راح الحفلة مع أصحابه. وهناك بتقابل أبو مارسيلو وبتعرف إنه مش لاقيه. وبنشوف جول بيرقص مع أماندا وبتحاول وهو بيرقص معاها، وبتتخض أماندا وبتخاف وبتقع على الأرض. ولما بيجي يهجم عليها بتضرب كلارا عليه رصاص، وبتاخده وترجع على البيت تربطه في الحديد وتخرج الرصاص من جسمه. وفي نفس الوقت بتكون أماندا حكت لكل الموجودين على اللي حصل، ووقتها بيفهم أبو مارسيلو اللي حصل لابنه. وبيروحوا كلهم عشان يهجموا على بيت كلارا. وبنشوف جارتها صحيت ومفعول الحقنة المنومة راح، وطبعا لما يجوا هتحكي لهم هي كمان كل حاجة. ولما بتسمع كلارا صوت الناس اللي جايين يهجموا على البيت، بتفك جول من الإيد اللي هو فيه وبيخلص في المنى، وهي بتمد له إيدها وهو كمان بيمسك إيدها، وبيستعدوا إنهم يواجهوا الناس. ولحد هنا بيخلص في المنى.